محتاج كام ساعة شغل علشان تجيب الايفون في امريكا؟ كتير مننا شاف البوست ده بتاع الايفون اللي هو كام ساعة شغل هتجيب لنا ايفون في كل بلد ما. فانا لقيت في امريكا انك محتاج 50 ساعة شغل علشان تجيب الايفون. فهنعمل تجربة عملية علشان نشوف الكلام ده حقيقي ولا لا. المهم يا جماعة هنختار شغلانة محبوبة الجماهير وهي اوبر. انا اخترت اوبر ليه؟ اول حاجة ناس كتير بتطلب مني موضوع ازود فيديوهات اوبر. تاني حاجة اوبر اي حد يقدر يشتغلها. تالت حاجة تقدر تحسب فيها الساعة بكام. هنبدأ شغل اوبر وهنشوف في اخر هذه الرحلة هنعرف نجيب الايفون ولا لا. هنبدا من دلوقتي مع اول رايد يا جماعه. فتحت الابلكيشن. بصوا يا جماعه اول رحله ابتدت معانا اهو. يلا بينا. اول رحله متجهه الى الايفون يا جماعه. وصلنا يا جماعه المكان اهو. الشخصيه اهي قدامنا. تعالوا بقى ايه نركن. The trunk is full. Sorry about that. Come put it right here. عايز بس ايه عنده شنطه فبقول له ما تحطها بقى جنبك وخلاص. Let me help you. فيليب بقى يا جماعه والرحله كده. جالنا رحله تانية يا جماعه. عملنا في الرحله دي $4 و4 سنت. وصلنا يا جماعه اخيرا. تعالوا بقى نشوف هذا الكائن فين. ده ماركت. Hello. Right here? Yes, ma'am. Alright. الرحله الثانيه ب $3 36. حاسس ان انا بوصل ناس بميكروباص. $3 في رحله زي دي. 10 دقايق $3 ليه؟ خدنا رحله تانية كمان اهو يا جماعه وحطيتها على شاشه العربيه. بعشق شوارع امريكا دي يا جماعه. بيفري هيلز. اشوف بيوت بيفري هيلز قديمه ازاي. يعني بيفري هيلز زمان كانت بتاعت ممثلين يا جماعه وبتاع. فمنطقه راقيه جدا. دلوقتي لا. اتوبيس المدرسه. اتوبيس المدرسه. قاعد يا جماعه اشاهد الريفيو بتاع ماركوس على الايفون برو. بحمس نفسي يا جماعه علشان اكمل شغل. والدنيا والله عايشين دماغي يلا اضرب كمان. بصوا يا جماعه جايلي رحله ساعه و10 دقايق ب $30. Hello. How you doing? يا لهوي يا جماعه انا مش مصدق اخيرا. لا بصراحه ساعه وتلت على قول يا عم $30 كتير قليل بصراحه يعني قليل. انا بتعبت. الايفون يا جماعه الايفون هيروح مني. المهم انا لحد دلوقتي عامل $50 في ساعتين و22 دقيقه. الدنيا 6 المغرب لسه الشمس. الدنيا بس ايه تليل سيكا الناس تبدا تنزل تاني. اوكي يا شباب رجعنا الى اوبر مره اخرى. الدنيا ليلت بس شويه زي ما انتم شايفين. جات لي رحله اهو يا جماعه. عملت فيها $19 و16 سنت. جالي رايد يا جماعه عامله $5. خلصنا هذه الرحله كمان يا جماعه. الرحله الاخيره عملت فيها $22 بعد التبس. اوكي يا شباب اول يوم خلص. اليوم التاني على التوالي من تحدي الايفون. يلا بينا نبدا ونفتح يا جماعه. فتحنا الابلكيشن لليوم التاني اهو. وهنشوف بقى المره دي هنعمل. اول ما فتحته جات لي رحله $9. خدنا يا جماعه اول رحله معانا في اليوم اهو. $5 24 سنت. في رحله ب $8 اهي 12 دقيقه. حلوه دي انا حبيتها. يلا كومبليت. $8 48 سنت. الحمد لله. $36 اهي. يلا بينا. رحلة تانية يا جماعة. ومعانا الرحلة كمان يا جماعة. الله يس هي ده. يبي وسع بوسع. الرحلة اللي بعديها $483. طبعا يا جماعه زي ما شايفين $483 في 15 ساعه شغل. انا اشتغلت بصراحه 1 2 3 4. اشتغلت 4 ايام منهم يوم قوي جدا. بقيت الايام بصراحه كنت بشتغل ساعتين هنا ساعتين هنا. فكملوا كلهم معايا 15 ساعه شغل. صرفت منهم $70 بنزين واهلاك عربيه هزود عليهم
$40 يبقى $100، يبقى انا صارف $100، يبقى عامل $383 صافي ربح، وفي ضرايب برضه بتتشبث دي اخر السنه يعني. فهنحسب بس ايه الصافي الربح المفروض، $383 على 15، يبقى انا عامل $25 في الساعه. فهناخد ال $25 اللي انا بعملها في الساعه دي ونضربها في 50 ساعه، هتدينا $1250 اللي هي تمن الايفون بالظبط بضرايبه. طبعا لو في حد عنده مصاريف كتيره جدا ممكن بعد الفلوس دي كلها يطلع خسران اساسا يعني. بس هنحسب لو واحد ما بيصرفش اي حاجه في الدنيا، مرتبه كله بيحطه في جيبه، 50 ساعه شغل تجيب له ايفون. وجاءت اللحظه المنتظره يا جماعه، هنروح اخيرا نجيب الايفون. فهنروح سوا ابل ستور نجيب الايفون وهنجرب الموبايل، هنعمل عليه الريفيو برضو. هنا ما جاتش علينا بقى، احنا لازم احنا كمان نعمل ريفيو مقارنه ما بين الايفون 12 والايفون 15 برو. يلا بينا ابل ستور يا جماعه، يلا. واو بصوا المكان من جوه عامل ازاي، رهيب. 15 اهو يا جماعه، اللون الاسود عامل $1000 بيبدا من $1000. ده ال 15 العادي بيبدا من $800. اوكي اهو، انا عايز اجيب ده بصراحه. Yeah, so I'm looking for the 15 Pro. None of them. بصوا يا جماعه، بيقول لي الموبايل اختفى. انا كان في موبايل لقيته اونلاين هنا في المفروض في الستور ده، كنت راح اجيبه اتباع. فهو بيقول لي المفروض تشوف الويب سايت كل 5 دقايق لو نزلوا موبايل جديد ولا اي حاجه يعني. اللي موجود دلوقتي اللي هو البرو ماكس، بس كبير، ما بحبش برو ماكس بصراحه. اخيرا يا جماعه لقيت الايفون بيتباع هنا. انا هنا موجود في تي موبيل. بص في عرض هم عاملينه في تي موبيل، هيديك ال 15 برو ببلاش اون اس، بس طبعا بشروط. الشرط الاول اللي انت تديهم الموبايل القديم بتاعك، لما يكون معاك ايفون تديهم لهم ويدوك ايه الجديد ببلاش. الشرط الثاني تبقى تبع الباقه دي اسمها جو 5G. ده غير ابل ستور يعني، ده تي موبيل دي شركه موبايلات غير ابل ستور، فبيبيعوا بقى الحاجات دي كلها زي ما شايفين. بصوا مثلا الموبايل ده ب $200، ده الموبايل ده انواع ده ب $230. يا فاكر الموبايل ده ب $200. يا جرابات الايفون عشان بقى لما اجيب له جراب ولا اي حاجه 49. بصوا يا جماعه الموبايلين قصاد بعض اهو، عايز حد يقول لي مين ال 12 ومين ال 15 اهو. المهم يا جماعه دلوقتي ده الفيديو، انتوا ايه رايكم؟ شايفين يمين احسن او شمال احسن؟ قولوا لي تحت في الكومنتات، ده مهم جدا. يمين ولا شمال؟ يمين ولا شمال؟ قولوا لي بقى يا جماعه مين احسن، الصوره اليمين ولا الصوره الشمال؟ قولوا لي مين احسن، الصوره اليمين ولا الصوره الشمال، وانا هقول لكم في اخر الفيديو مين اليمين ومين الشمال، ماشي؟ بس قولوا لي تحت في الكومنتات. بس فانا جايب الموبايل ده فعلا بس فقط علشان الكاميرا، عشان ايه الكاميرا. فانتوا قولوا لي يا جماعه تستاهل ولا لا؟ لو ما تستاهلش هزعل قوي لو الاثنين فعلا شبه بعض. دي مقارنه الكاميرات سريعه ما بين القديم والجديد، اللي على اليمين ال 12 واللي على الشمال الايفون 15 برو. قولوا لي تحت في الكومنتات يا جماعه فعلا مين احسن في الكاميرات، عشان موضوع الكاميرات ده مهم جدا جدا بالنسبه لي. بس كده فيديو النهارده ده الرد على السؤال، محتاج تشتغل كام ساعه علشان تجيب ايفون في امريكا. نقطه اخيره ركزوا معايا، ان الحسبه المفروض تبقى صح. تشتغل كام ساعة علشان تدفع كل فواتيرك وبعد كده تعرف تجيب الايفون. بس فشوفكم فيديو جديد، معكم يحيى كريم، بكلمكم هنا من لوس انجلوس كاليفورنيا، ودي صورة الموبايل الجديد. السلام عليكم.